ماذا يحدث لو نظرت امرأة من أهل الجنة إلى الحياة الدنيا؟ وما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لغطاء رأس المرأة في الجنة؟ والإجابة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة يعني ضحوية أو عصرية، مشوار، زيارة مريض، إصلاح بين متخاصمين، تزيل الزبالة من مكان، تتعلم حج لله. لغدوة في سبيل الله أو روحة، الغدوة في الصباح والروحة في المساء، خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده، يعني مكان القوس اللي كانوا بيصطادوا بيه، اللي هو عامل زي حرف الأو، يعني صوته مكان القيد بتاع الجمل اللي هو الحبل يعني. قال صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده، يعني صوته من الجنة، يعني حتة عرضها 2 سنتي بطول متر مثلا. قد ايه يا رسول الله في الجنة؟ قال: ولقاب صوت أحدكم أو موضع قيده، يعني صوته من الجنة. الصوت هو الشيء اللي هو كان بيسوق به الدابة بتاعته. خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. شبر في الآخرة في الجنة أحسن من الدنيا بما عليها من عربيات وسيارات ونساء. ثم يجيب الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ماذا يحدث إذا نظرت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحة. بصة واحدة من الجنة، الواحدة بس من الجنة هتخلي الدنيا كلها برفان. ولا أضاءت ما بينهما، يعني ليس فقط برفان فقط، الثاني ولا أضاءت ما بينهما. ثم وصف النبي على لغطاء الرأس على رأسها: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم والطبراني مختصرا بإسناد جيد. وفي رواية: ولا تاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والنصيف هو الخمار فوق رأس الحورية. والقاب هو القدر وقاب القوس من مقبضه إلى رأسه. يبقى إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم نساء الجنة لو نظرت امرأة واحدة إلى الدنيا كلها ماذا يحدث. أولا: تملأ ما بين السماء والأرض ريحا طيبة وتضيء ما بين السماء والأرض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم جمال غطاء الرأس، والحديث متفق عليه. هذا هو الحديث الأول الذي وصف فيه رسول الله نساء أهل الجنة. يبقى هذا كان في وصف نساء أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده، يعني صوته من الجنة، خير من الدنيا وما فيها. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. اللهم انصر إخواننا واصلح أولادنا ونساءنا وارزقنا حسن الخاتمة. لا تنسوني من صالح دعائكم.